من البغدادية أحييكم مشاهدي الكرام، وأنا ألتقيكم من جديد في حوار عراقي لهذا الأسبوع وأهم الأحداث. أحبتي المشاهدين، الخيانة في حياتنا كمنهج وسلوك وتصرف صرنا نحفظه أكثر من أسمائنا، لأن كل نكبة يتعرض لها البلد عندما تبحث في أسبابها ومسبباتها تجد الفساد والخيانة هي العوامل الأساسية في حدوثها. وقضية سقوط الموصل التي ما زالت حتى هذه الساعة متفاعلة، كثير من الحقائق مغيبة. ما الذي حدث في هذه المدينة؟ من الذي خان؟ من الذي باع؟ من الذي اتفق؟ من الذي قبض؟ من هو البريء؟ من هو المتهم؟ وكيف وصلت الأمور بنينوى والنكبة إلى هذا الحال؟ هل كان الفريق الأول عبود قنبر معاون رئيس أركان الجيش هو الخائن؟ هل كان الفريق الأول الركن علي غيدان قائد القوات البرية هو الخائن؟ هل كان الفريق ركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى هو الخائن؟ هل كان أثيل النجيفي محافظ نينوى هو الخائن؟ ما الذي يعرف كل هذه الطلاسم ليقدمها اليوم لشعب جريح عانى كثيرا من مسلسل الخيانة؟ ولغرض أن نقف على الحقائق يرافقنا ضيفا لهذا الأسبوع الفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى. أهلا وسهلا سيادة الفريق. أهلا وسهلا بكم. سيادة الفريق، احنا أمام الشعب العراقي وأمام الرأي العام. أريد من عندك شيء يمكن توافقني عليه، أنه في حديثنا أنا وأنت نشهد الله ورسوله على ما سنقوله من حقائق بلا تجني، بلا قصديات، بلا مجاملة، ونكون في هذا الحوار تحت القسم إن شاء الله. يعني نشهد الله ورسوله على كل ما نقوله من حقائق إن شاء الله مني ومنك. وهذا وعد لكل العراقيين، ووعد على نفسي، ووعد على المقاتلين الذين قاتلوا معي، ووعد إلى مرجعيتنا الرشيدة، ووعد إلى قادتنا السياسيين حتى يطلعوا على الحقائق ويعرفوا ماذا جرى في الموصل. ممتاز. نبدأ من قضية أساسية. بلي. أنت متهم بالخيانة العظمى في سقوط الموصل. بلي. سيادة الفريق، أنت متهم أم بريء؟ أنا لا أقول متهم ولا بريء، أنا أقدم الحقائق، ومثل ما يدعون القضاء هو يثبت براءتي، ويثبت حبي للعراق، ويثبت شجاعتي في المعركة. وأنا معروف ليس اليوم، أنا ضابط عملت في الحكومة الجديدة منذ 2004. أنا قائد دخلت في الفلوجة وحررت الفلوجة، وعدت أهل الفلوجة إلى داخل الفلوجة، والفلوجة تشهد لي بصغارها بكبارها. زين. ماشي. إذا أنت كنت بريء أو أنت تريد أن تثبت براءتك وتروح إلى المحاكم العسكرية، قدم لي أنا كمواطن والرأي العام أدلة تثبت على أنك بريء وغير متهم بالخيانة العظمى في سقوط الموصل. أكيد. خليني أسمعك أنه أنت شلون بريء. أكيد. أنا خليني أطرق لك على الأشياء المهمة. أنا من شكلت قوات حفظ النظام، أنا من قاومت الطائفية بعد التفجير، أنا من قاومت بكل إصرار. والقيادة العسكرية تتذكر عام 2005-2006 كيف أرادوا تقسيم بغداد كرخ ورصافة، وأنا من الذي قاومت هذا بشدة. والرجل المالكي بهذا الموضوع كانت استوى مستلم، وشرحنا له القضية أنا ورشيد فريق رشيد فليح، حاليا فريق الرجل، وكان بحضور دكتورة باسمة، وقاومنا الخطة، وكانت الخطة للأمام معا. المرحلة الثانية مؤامرات منذ البداية على بغداد وغير بغداد. سيدي الكريم، أنت أنا أضيف لك أنت من خال الموصل، وأنت من سقطت بيدك الموصل. نعم. ردها إن استطعت. صحيح. أنا من أسست الانتخابات في العراق ب 2005 و2006، أنا من ساهمت وحافظت على كل الزيارات
المليونية اللي صارت بال 2005 و2006، وتحديت الزرقاوي أمام الكاميرات كلها وقلت له أنت الزرقاوي وأنا الغراوي، وكانت المعركة بيننا شخصين، وهذا كله يعرف اللي يشتغلوا بحفظ النظام يعرفون. وأسست حفظ النظام وبعدها أصبحت الشرطة الاتحادية. إذا أنا رجل يعني مو جاي اليوم للموصل، أنا جاي من جهة الموصل، جيت أعرف أهمية الموصل ومسألة الموصل بالنسبة للعراق شنو. الموصل كنت أسميها رأس الرئيسي اللي تمثل العراق كله. فعندما أتهم بهذه الاتهامات هذه لا تليق بي ولا بعشيرتي ولا بعائلتي. أنا رجل معروف، أنا رجل ضحيت في كل شيء، ضحيت بعائلتي، ضحيت بأقاربي، ضحيت من أعز الناس إلي هم راحوا، حتى ببيتي تم تفجيره والمعروف. وضحيت بالموصل. نعم. التضحية بالموصل ليس أنا ليس أتحمل مدة 48 يوم قائد عمليات. أنا رجل قاتلت في الشرطة الاتحادية، حاسبوني إن قصرت في الشرطة الاتحادية. كم سنة أنت قائد للشرطة الاتحادية؟ نعم هذا السؤال المنطقي. الشرطة الاتحادية 2 و10 شهور في الاتحادية، لم تحدث أي نكبة واحدة في الاتحاد. 2 و10 أشهر. أي هسه احنا خلينا نعوف الفصحى، خلينا نسولف سوالف اهلنا. انت 2 و10 أشهر قائد الشرطه الاتحاديه، كم معركه دخلت ويا داعش؟ اكثر من 50 معركه مع داعش ومثبته رسميا. وقل اسالني سؤال، قل لي كم شهيد انطيت؟ كم عزيز من الضباط والمراتب انطيت بقتال مشرف بواجبات يشهد لها عدوي قبل صديقي. اهل الموصل يشهدون، الشرفاء من الموصل، المخلصين من الموصل هم الذين يشهدون بحقي. لو الآن وأنا أطلب هذا، يعني هاي وثائق تاريخية اليوم أنا أحكي للتاريخ، يجيبون الفرقة الثالثة الاتحادية، يجيبوها ويجيبون الناس من المخلصين من الموصل ويسوون حكي الآن، يجيبوهم الفرقة الاتحادية. إن قالوا يوم قائد الفرقة من كنت قائد الفرقة ان صرت ثالث سيارة بالتقدم أنا أتحمل المسؤولية. أنا دائما 50 معركة، أكثر من 50 معركة، كلها نجحت بها؟ كلها نجحت بها. ليش خسرت بهاي؟ مو أنا دا أسألك. أنا ليس، أنت تحاكيني على معركة خلال ساعة راحت الموصل. ساعة يعني أنا أقول لك احنا ب 8:30 بالليل، 8:30 بالليل الشرطة الاتحادية بعد صامدة. أنا حاسبني على الشرطة الاتحادية، صحيح قائد عمليات، بس قائد عمليات تخص الجيش، وهذا الجيش حقيقة يعني راح أتكلم عن الجيش وما موجود بالجيش، والجيش مو وليد اليوم. يعني أنت الآن تريد أن توصف لي قضية أنه أنت قائد عمليات نينوى لأنه أنت استلمت متأخر. نعم. ما عندك اطلاع. نعم. بس أنت قائد ميداني بالمحصل، أنت قائد الشرطة الاتحادية. صحيح. وأنت ملك الأرض. صحيح. في الموصل. صحيح. وبالتالي تغيير العنوان ما تغيرت جغرافية الموصل. لا ليس هذا، له أثر كبير. جيت على قيادة العمليات وراح أحكي لك شنو القوات الموجودة حتى الناس تعرف. ما أخفيك الأمر سيادة الفريق، احنا كشعب وكإعلام عندنا شك كلش عالي بيكم. نشك بيكم إلى حد هاي اللحظة. صحيح. ونشوف دمنا بإيديكم. تمام. أنت 1/7/2013 صدر أمرك قائد لعمليات نينوى. صحيح. ما صايرة بالتاريخ تستلم 28/3/2014. هذا أريد يصير من عدة المدخل حتى نطب نعرف الحقائق. شلون 1/7/2013 القائد العام يصدر لك قائد عمليات 28/3 تستلم؟ شنو يعني كنت بسفرة؟ كنت بنزهة انت؟ وين كنت؟ شلون ورا سنة تستلم؟ هذا الكتاب مال قائد العمليات اللي صدر دولة الرئيس، ترفعت من رتبة اللواء إلى رتبة فريق. وبنفس الوقت شو وقت تاريخ هذا الكتاب؟ تاريخه 1/7/2013. هذا صدر الكتاب، هذا توقيع دولة الرئيس. زين. دولة الرئيس صدر كتاب. منو اللي خلاك تستلم 28/3/2014؟ فريق علي غيدان وزير الدفاع. ليش؟
حتى تتم صفقة الموصل. حتى تتم صفقة الموصل. إذا هسه نبدأ من ذول الاثنين. أي. إذا الصفقة علي غيدان وسعدون الدليمي. نعم. زين، شنو دور قائد عمليات نينوى باسم في وقتها؟ شريك بالصفقة؟ خلنا أحكي لك. فريق باسم بهذا الكتاب نفسه حالته على المحاربين. بال 2013 حالته على المحاربين. زين شلون صار قائد عمليات البصرة ورا 8 اشهر؟ ما اريد اتدخل بهاي. لا يا اخي، هاي لا اجيها بعدين. هاي لازم نحكيها للناس حتى تعرف شلون راح قائد عمليات الى البصرة اذا هو مو زين، وكل التقارير تقول عليه هذا الرجل مو زين. هسه انا ما قيم، انا قائد فرقه والرجال قائد عمليات. بس التقارير اللي وصلت للمراجعنا سواء كان البريه المشتركه دوله الرئيس انه ضابط مو خوش ضابط خوش. طيب شلون نقلوا قياده عمليات البصره؟ شو تفسرها؟ والله انا ما افسر هاي شغله كبيره، مو شغله عاديه، وانه هذا ضابط فريق النقل هنا وهذا هنا. باسم كان جزء من الصفقه لانه هو كان قائد عمليات نينوى. لا انا مو هيك اقول. باسم كان رجل يعني معروف عنه، انا ما قلت لك انا ما اقيمه، اخلي الناس تقيمه. بس باسم رجل يعني ما اريد حقيقه، ما اريد اتدخل بهذا الموضوع. حقيقه ما اريد اتدخل بهذا الموضوع على فريق باسم، لان فريق باسم انا عندي نقاط عليه. بس احنا تحت القسم سياده الفريق، واكو دم، اذا واكو عرض راح احكي بمعركه ما دار على فريق باسم. زين، الصفقه التي كانت بذمه علي غيدان وسعدون الدليمي تمت مع من الصفقه عقدوها هذول الاثنين؟ خلي يشوفون قبل سقوط الموصل علي غيدان وين كان؟ خلي يروحون للجوازات وراح يطلعون الجواز ويشوفون ايش وقت راح علي غيدان وايش وقت رجع علي غيدان. اخي اذا هو انت قل لي وين كان. انا ما اقول، انا انطي حقيقه، اقول هذا يجوز، هذا الرجل المن سافر وليش سافر بهذا الوقت. يعني تقولها بالتحقيق ما تقولها بالتفسير. انا اقول بالتحقيق. انا علي الان ان اقدم حقيقه وان اقدم دليل، حتى الخيانه اذا كان برقبتي والله انا اتحملها. وانا بكل معروف عني الرجل الشجاع لا يهاب الموت. انا ما في يوم ترددت بكل انت ما اليوم كون شجاع. انت عندك ما يثبت انه علي غيدان سافر اتفق مع من اتفق على بيع الموصل؟ انا عندي، خليني احكي لك شغله. علي غيدان من سقطة الأنبار، سقط جزء كبير من الأنبار. هو قائد الأرض في العراق. طيب يعني معقولة يترك الأنبار ويترك الموصل ويترك العراق بهاي الطريقة ويسافر ويرجع ويتونس وينطلق؟ معقولة؟ احنا بهذا زمن احنا اليوم القائد الحقيقي اللي هو يبقى مع جنوده. وشوفوا الان التاريخ وهاي المعارك، اذا كان ما في يوم اذا مع جنودي حتى في الموصل راح اثبت لك انه اني بكل المعركه وين كنت. القائد هسه انت قبل شويه مو احنا مصايبنا ما يلبس عليه ثوب. أيه. القائد العام للقوات المسلحه يصدر كتاب بال 2013 قائد عمليات وما يتنفذ لل 2014. زين كان نايم؟ زين ما يعرف ليش مهدي الغراوي ما استلم؟ بهاي السنه ما اتصل بي قال اخوي شو انت بعد قائد فرقه، انا سويت لك كتاب. يعني علي غيدان وسعدون الدليمي حتى قرار المالكي ما كانوا يحترمونه؟ يدخلوا له مداخل. يعني الرجل هو رجل مدني، خلي ببالك المالكي رجل مدني. يعني انا من قائد قوات البريه واروح له على اقول له ترى هذا الموضوع يستوجب هيك. انا اسمع يعني يدخلوا يكذبون عليه. يكذبون عليه. انا هسه اليوم انا اكذب عليك. اي بس مو قضيه ما احترمك. زين انت كتاب القائد العام هسه تسمي علي غيدان ملك الارض، القائد العام ملك الجيش، ويجي كتابه وينضم
وتتم الصفقه مثل ما انت تقول، وياخذون يطلعون يخلوك انت القائد. زين هو شلون ما يدري؟ انا اقول لك شلون ما يدري. انت مو نايب عريف، انا اقول لك ولا انت انا اقول لك شلون انت قائد. انا اقول لك شلون ما يدري. إيه؟ يدخلوا له مثلا يقولوا له سيدي احنا محتاجين الان بالجانب الايمن، لان ما حد يقاتل بالجانب الايمن غيره. يدخلوا له مدخل صح مو مدخل شر. فاكيد قائد رئيس الوزراء يريد المصلحه للجيش ويريد المصلحه للعراق ويريد المصلحه، فمن هذا الباب رئيس الوزراء يوافق، وانا لو انا بمكانه هم اوافق. هيك يدخلوا له مداخل صح، يدخلوا له مداخل صح، وحقيقه هذا اللي هاي الاربع سنوات كانوا مقضينها وياه هيك اكثر من ليش هاي الاربع سنوات؟ ليش اخي؟ هي مو بس 4 سنوات، انت منتج للتسليح ومنتج للتجهيز ومنتج للامور اللوجستيه بالجيش، وهذا حقيقه زين. المالكي مدني وصار قائد العام للقوات المسلحه. انت ضابط فعلي لو دمج؟ انا ضابط فعلي وتشهد للناس، الناس كل الناس. احكي لك شغله والله ما فد يوم قائدي او من كنت ضابط صغير او ضابط كبير او ضابط ما فد يوم قالوا لي على عينك حاجب، لان انا من انجح الضباط بشهاده الجميع وكلها تعرف. يعني اسال القاده. انت ناجح. انا زين انت ضابط ناجح. انت قلت لي انا داخل 50 معركه مع داعش، لو كل من معركه تتعلم لك حرفين تنجح بالمعركه الجايه. هاي المعركه انت كان عندك معلومات، تدري بتحشدات داعش وين كان نايم، وين كان خاتل، وجماعتك القيادات السياسيه العسكريه خبرتهم. لو انت كنت مقضيها شهر عسل عندك قائد بلغته، رحت للقائد العام، رحت للمسؤولين، يابا ترى انا الموصل هاي المعلومات اللي عندي. خوش حكي. انت كنت تحكي لو هم كنت مثل غيدان مسافر. انا من النوع اللي احكي. انا اقول لك قل لي المن حكيت. خليني احكي لك اول مره ايش وقت بدات معركه الموصل الحقيقيه. بدت معركه الموصل الحقيقيه قبل معركه الانبار. بدت يوم 25/4/2013. زين. الان اهل الموصل يتذكرون حكي، يتذكرون معركه 17 تموز وحي النجار ومشيرفه، وشلون قادتها الشرطه الاتحاديه، وشلون انتصرنا على مكان داعش. كان النقشبنديه هاي بال 2013 25/4 اشتركت بها الشرطه المحليه واشتركت بها الاتحاديه، وكان من الجيش لواء السادس، كان غير هذا امر لواء، كان عميد ركن ماجد عبد الحسين امر لواء، كان امر وحدات لواء السادس من خيره الوحدات. عرفت شلون؟ بهاي المعركه قتلنا من عندهم 61 واحد، والان المحافظ دا احكي ويعرف هذا الموضوع، ومديريه الشرطه كلها تعرف، كان الرجل احمد الجبوري، وقدت المعركه انا بنفسي، وقدتها بثلاثه ارتال، رت القاده عميد حيدر موسى، ورت القاده مقر الفرقه عميد فوزي، ورت القاده عميد ركن ماجد امر اللواء السادس. هاي المعركه اعداد داعش اكثر لو هسه؟ اكثر من هاي. ذيك المعركه كانت اكثر من هاي، ذيك بيها 5 ألوية اشتركوا بيها من النقشبنديه. يعني انت توصلني لحقيقه لما انت كنت تقود بدون تدخل كنت تنجح. اكيد، وهذا مو انا اقول. ولذلك انا اريد اتسلسل، احنا حديثنا طويل وعندنا وقت مفتوح. انت عندك مراجع حتى نعرف انت كنت تدري لو ما تدري، لو انت متيهها ما تعرف. انت علما حكيت ليش ما بلغت؟ خلنا اكمل لك. لا قل لي انت علما بلغت. خلنا اكمل لك. هذه المعركه صار انتصار للاجهزه الامنيه بشكل كبير. قائد العمليات كان موجود الرجل ولا اتدخل، فقط بالتليفون، وحققنا الانتصار وبارك جهودنا. حتى للامانه احكي المقر المحافظه بارك جهودنا والحمد لله وانتصرنا. كان رئيس المجلس المحافظه اجى زارني، اسمه جبر الجبوري. نعم. وحققنا الانتصار. بعدها العدو استخدم استراتيجيه جديده اللي هي الهجوم على شارع بغداد. تعرف شارع بغداد باتجاه، هاي بعدها بال 2013. نعم. العدو عنده استراتيجيات سوى، قام يهجم. تدري احنا الطريق بغداد طويل حقيقه، مسؤوليتنا 135 كيلومتر. هاي 135 كيلومتر لازم انت تحرسها، لازم تامنها، لان طريق امداد، طريق الروحه والرجعه والمجازين وكل شيء عليه، فلازم نقاط عليه. هذه النقاط استهدفها، قام يجي 20 سياره 25 سياره يهجم وين؟ يهجم على هذه النقاط. لو تصمد النقطه لو يقتل النقطه.
سواء كان من الجيش، من الشرطه الاتحاديه، الشرطه المحليه. ايضا عالجنا هذا الموضوع بطرق، سوينا مجاميع كبيره يعني تتجاوز. باختصار نجحتم، هاي من ضمن ال50. وراها خليني اكمل لك. لا وراها مواضيع مهمه جدا يجب العراق ان يعرفها، يجب كل عراقي ان يعرفها. وراها معركه الحضر. معركه الحضر من المعارك اللي صارت بجنوب الموصل، واعتقد المحافظ والاخ عبد الرحمن اللويزي تكلم عليها. معركه الحضر فجروا الجسر المغرب، يعني قطعوا طريق الامداد عن الحضر واحتلوا الحضر بالليل. احتلوا الحضر بالليل. الاتحاديه ايش سوت؟ لازم احنا طريق للحضر 120 كيلو عن مقرنا، يعني من داخل الموصل 120 كيلو. شوف الصعوبه. انت تصور قوه تمشي 120 كيلو متر بالليل. احنا سوينا ما قدرنا نمشي منها، مشينا على تل احمر ونزلنا بالجزيره. ثق بالله العظيم الجيش الامريكي ما يقدر يقطع 250 كيلو متر بالليل. خلنا اكمل لك بس اختصر لي. لا ضروري ان تنعرف. اي. وكان الرجل شيخ انور الندى مسؤول العشائر ومستشار رئيس الوزراء كانوا ويانا ويا الاتحاديه، ووصلنا الحضر واحتلينا الحضر ورجعنا الحضر وعدنا الحضر. هذه المعركه صارت. اسالك بالحضر، ما دام انت هسه بالحضر. اي. الحضر صارت يمكن بالشهر الثاني 2013 2014. وراها انت شفت المالكي، قلت له عباره، قلت له انا اشك بخيانه علي غيدان. انا ما شفت المالكي، انا تكلمت معه. اسمح لي. ولذلك انا سؤالي وين؟ اي. ما هي المعطيات او المؤشرات التي كانت عندك انت كمداخيل للشك بعلي غيدان؟ صحيح. الاتجاه الثاني من السؤال، لما السيد المالكي قائد يقول له انا اشك في قائد، ايش سوى؟ شنو اجراءاته على بالميدان؟ كان عندي شهود كانوا قاعدين بالغرفه، انور الندى وامر لواء الموصل يا غرفه بغرفه بالحضر بالقيم المقاميه من عدتها اثناء المعركه. خلصنا المعركه وعدنا الامور ورجعنا كل شيء، وسويت العصر جبت شفلات وموجود قيم مقام الناحيه ورئيس المجلس البلدي، وسوينا الجسر وعمرت الناس وانتهى الموضوع. بالليل دولة الرئيس كان يشعر التهديد ليس بالحضر، التهديد في الشورى. والتهديد اجيك على الشورى. بس اسمع انا اكمل لك الموضوع هذا. كمل لي خيانه او شكك بخيانه علي غيدان. بالمستلزمات الشرطه الاتحاديه تحل ازمه داخل محافظه وليس ان تخرج من المحافظه. المشكله وين؟ المشكله بالفرقه الثالثه الاتحاديه مخليها هي الرئيسي، هي اللي صادم العدو والجيش يباوع عليها راس سهم. شلون؟ تقول لي شلون؟ الفرقه الثالثه الاتحاديه شوف تشتغل مع 4 عمليات، 4 قياده عمليات. هسه راح تستغرب بس هاي الحقيقه. خلنا اقول لك 4 عمليات؟ اي نعم راح اقول لك. الفرقه الاتحاديه ايش فيها؟ فيها لواء في الموصل وبيها لواء كان العسكري. هذا واحد من اللواءين كان مسؤول عن سجل بادوش؟ لا خليني اكمل لك اياه وانا راح اوضح لك واوضح لك تشكيل القوات هم حتى لا تضيع علينا. لواء في الموصل كانت، ولواء العسكريين في صلاح الدين، ولواء ابو ريشه في الانبار. يعني هسه قياده عمليات الانبار عندنا لواء ابو ريشه ماسك 300 كيلو متر للتاريخ. عبيد مالك ولد الدليمي امر اللواء ماسك 300 كيلو متر. يعني حتى لو ما بين جند وجند كيلو هم كيلو. صدقني هاي حقائق. هذا جيش. هاي حق. نعم. ولواء العسكريين. يعني انت تقتنع انت كقائد وانا خليك تكمل. تمسك لواء 300 كيلو متر. هذه الحقيقه اخي، روح اسال فيها وروح جيبوا امر لواء وراح يقول لكم هاي الحقيقه. ولواء العسكريين ماسك العسكريين امامين يعني، وماسك من تكريت الى بلد. والبقيه القطعات موجوده داخل. انا سويت بعلاقتي بدوله رئيس الوزراء والاستاذ عدنان الاسدي من عرفوا اهميه الفرقه. وهذه الفرقه حتى انا قايل للاستاذ عدنان الاسدي، قلت له سيدي صدقني اذا تسقط الفرقه الثالثه يسقط العراق كله. هو هاي الكلمه راح اكيد تسالوا عليها وراح يجاوبكم عليها. وهاي الحقيقه ان الفرقه الثالثه الاتحاديه هي راس السهم مال العراق كله.
خلنا اكمل لك. سوى شكلت فوج للواء الموصل، شكلنا فوج اللواء الموصل، وشكلنا لواء حزام نينوى. شلون شكل هذا اللواء؟ اجى عبد الله الياور واستاذ رحيم الشمري زاروا دولة رئيس الوزراء، زاروا دولة رئيس الوزراء، سووا لواء مال الهاربين، سووا لواء مال المفصولين والهاربين، شكلوا لواء يعني كل القطعات لواء الحزام هو من الموصل، من الموصل. وشكلنا لواء صلاح الدين، ايضا شكلت لواء صلاح الدين وخليته بصلاح الدين، وشكلت فوج خليته بسلمان باك. هذه الفرقه الثالثه، يعني الفرقه الثالثه. اذا وين شكك بعلي غيدان؟ علي غيدان بالمباشر. علي غيدان مشكلته وياهم ومشكلته ويا العمليات. حتى ارجع لك على باسم علي غيدان، قلت لهم انتم الاتحاديه مخليها بهالطريقه هاي، هذا غلط، هذا اجرام. لماذا الاتحاديه هي اللي تقاتل وبقيه الجيش ما يقاتلون؟ ما عندهم شيء، يعني الجانب الايسر ما عنده شيء، الفرقه الثالثه الجيش العراقي ما عنده شيء، المشكله وين؟ بالاتحاديه. فعلي غيدان كان ما يوافق، وباسم الطائي كان ما يوافق، ما يوافقون ابدا باي طريقه، ما يوافقون. ايش سويت؟ قلت له دولة الرئيس، قلت له سيدي هاي معركة الحضر، قلت له سيدي انا بعد ما اقدر اشتغل ويا هذول الناس. قال شلون؟ قلت له هذول الناس الله وكيل علي غيدان وبالنص، قلت له كذاب من كذاب، هيك قلت له انا، خليه يسمع عسير، هيك قلت له الدولة. ورئيس الوزراء رد بنفس الاجابه، قال والله اعرف، اصبروا علي وانا غير لكم، بس راح اقول لك شغله، تروح على باسم الطائي وعلي الفريجي وتقعد وياهم يوم الثنتين، ثاني يوم ثنتين الظهر، وتقول لهم على الخطه اللي عندك انت، اذا ما وافقوا تخابرني. رحت ثاني يوم على باسم وكانوا خايفين لان حكى عليهم، كشفهم دوله رئيس الوزراء، حكى عليهم، و يعني حكي اعرف الحكي اللي صار بالضبط. ايش قال؟ حكى عليهم حكي قوي كلش. مثلا ما يعني قائد عام قوات مسلحه مو شو اسمه. رحت لهم وقعدت وياهم وقالوا لي شنو تريده؟ قلت لهم عمي الموصل معاركه هوايه، معاركه هوايه، والفرقه الاتحاديه تعبت، هلكت. وراح اقول لك شلون هلكت بعدين. هلكت انت ليش ما تسوي لكم حل؟ فالظاهر عبود قنبر للامانه تدخل بنفسه وخابرني، قال لي راح اخصص لك لواء، بس ما جابوا من برا. يعني الخيانه كانت ابتدأت من الحضر. اي الشك من الحضر. خلينا ناخذ هذا الفاصل. أي. نرجع بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. اهلا بكم من جديد. احنا قبل الفاصل انت حكيت لي على خيانه، بدا مفهوم الخيانه من معركه الحضر، بدا الشك بباسم وعلي غيدان، لكن اكو سؤال يبدو انت ما تدري تجاوب عليه. لا راح اجاوبك والله، لانه انت فعلا ما تدري اللي كان بالوصول، بدليل انه انت ما مبلغ احد. ماشي لا ما عندك خوش حكي. لو تجاوبني اجاوبك. لا تتهرب من الاجابه. صدق بالله اجاوبك، صدق بالله لا حاكي لك القائد ولا تدري شكو، صدق بالله وما حاكي لحد. راح اجاوبك. هنا قائد العمليات المشتركه الرجل وضغط على البريه، ضغط على البريه وقال لهم لازم تعطون لواء. قنبر عبود قنبر للامانه على البريه سوى شكل ترقيعي، الترقيع يعني شنو؟ حول لواء 26 من الجانب الايسر وجابه على الجانب الايمن، يعني كل شيء ما سوينا. يعني هو بقت انه قطعات عمليات نينوى ضعيفه. لا لهنا
دولة رئيس الوزراء لا تخابرني، قال لي مهدي هنا صار. يعني انت تقصد دوله رئيس الوزراء المالكي؟ لان هسه العباد يقول انا حد يقول لي دوله رئيس وزراء. هسه بعد انا هاي ما له علاقه بالنسبه لي، وحتى المشاهد يعرف منو دوله رئيس وزراء. المالكي تخابرنا انا وياه، طلع بالتلفزيون بالعراقيه حتى نحكي الحقائق مثل ما هي. النائب حاكم الزاملي والاخت النائبه حنان الفتلاوي وكريم حمادي ابو العراقيه وبعد شخص اخر ما اذكره، بس البرنامج معناه هيجي. والنائب حاكم زاملي قال اليوم 40 راس قطعوا راسه بالشوره. 40 شخص قطعوا راسه بالشوره. فاني بالبرنامج داباوه دزيت رساله كريم حمادي قلت له هذا مو صحيح، لان دوله رئيس الوزراء قبلها كان مخابرني قال لي مهدي اترك كل شيء واريد الشوره من عندك، لان الشوره هي معقلهم الرئيسي. اطب على الشوره لو تجاوبني؟ لا راح اجاوبك هسه نخلي الشوره نطب على شو اسمه. طب على اي شوف احكي لك، الله يشهد ماكو شخص مسؤول ما قايل له. مثلا راح ابدي بقائدي قبل لا اصير قائد عمليات اللي هو فريق محسن، وده يسمعني فريق محسن. اول ما اجى على الاتحاديه قلت له معركتكم مو الانبار ولازم تعطيني فرصه احكي على انبار همه. ارجع لك بس خليني احكي لك. انت قلت لي خبرت لولا؟ قال لي يعني ايش تقصد؟ قلت له المعركه بالموصل والاسلحه مالتهم الرئيسيه كلها بالموصل، والموصل هي الاساس. هو ده يسمعني الان. يا تاريخ هذا يعني هو من اجى يعني سنه اقل السنه 8 اشهر 9 اشهر يعني ورا ما صارت مال الانبار. من بدت مال الانبار هو الرجل اجى على الاتحاديه كان فريق حسين العوادي. هذا واحد. استاذ مو بس هاي، وقايل له والله الله يشهد قلت له الان اللي يقاتلون بالموصل هم خيره الشباب. اللي اقصد بهم خيره الشباب من الناس اللي من بغداد ومن البصره، لان الجندي والمنتسب اللي يروح من بغداد واللي يروح من الجنوب ويجي للموصل هذا جندي مو اعتيادي، لان هو 1000 موته يموت يلا يوصل لوحدته، مو بوحدته يموت ويقاتل بوحدته. خطوره الطريق في كل مكان. ومثل ما قال النائب عبد الرحمن شارع بغداد ما ظل بي احد، ما يقدر احد يمشي عليه، لان القرى دائر مدايره كلهم داعش. هذا واحد. الثاني استاذ عدنان الاسدي. خليني اكمل لك على قائد الاتحاديه حتى للتاريخ. قلت له وين اوديهم؟ ذولي برقبتي وين اوديهم؟ قال لي مهدي ان صارت هالشكل تقدر تطلع على الحدود، طريق مبلط بس هو على الحدود 225 كيلو يلا اوصل شارع الحدود. يعني فريق محسن مفكر بالهزيمه قبل اداره المعركه. لا مو هذا. لا وين اوديهم؟ مو هذا لا وين اوديهم افتر على الحدود. لا مو هذا مو هزيمه هاي مو هزيمه. لا شنو معناها؟ هذا معناه اكو كلام اخر صار. شنو الكلام اكو الكلام الاخر اذا انتفضت الموصل كلها، واحنا كان عندنا شعور انه 70% من الموصل راح تنتفض. شلون مسكتوا هذا الشعور؟ شلون تولد عندكم هذا الشعور وشعب مثل الموصل انتم تقودونه؟ انتم تقودونه، انتم سلطتكم اكثر من سلطه المحافظ. زين، معافظ كل شيء، اسمك رجل يا هواي عن وحشه الليل. شلون انتم الشعب كنتوا معتقدين او واصلين الى قناعه انه الموصل راح تنتفض عليكم؟ بمعنى الشعب يكرهكم. اخي حقيقه الشعب يكرهنا، يسمونه شو اسمه جيش المالكي، ويسمونه جيش الصفويين، ويسمونه جيش الرافضيه، وكل شيء يسمونه. غير ذوقتوهم الموت؟ ما ذوقنا عمي، ليش هم مو نصهم ويانا؟ يعني انا يصير اكرهك بلا سبب؟ بس اسمح لي، اذا الاتحاديه احكي لك هسه بعد على تاسيسها، احكي لك هم 90% من عندهم من الموصل، بس هو هذا اكو شيء في داخل الموصل متعبي، اكو في شيء داخل الموصل متعبي. هاي تعبئه عكسيه، تعبئه ضد الحكومه المركزيه يا اخي، بس خلي الناس تعرف. وراح اثبت لك انه مو منو قاد هاي التعبئه ضد الحكومه المركزيه؟ على راس الاثيل، كل الناس تعرف، هو الرجل يقول انا عكس الدوله، هو يقول. يعني اثيل النجيفي كان يعبئ ضد القوات الامنيه اللي نسميها قوات المالكي، ويعبئ ضد الحكومه المركزيه. ها حقيقه. اهالي الموصل كانوا يحترمون اراء اثيل النجيفي؟
يطاوعونه. قسم من عندهم يطاوعوه، قسم اخر هم عكسه، وراح اقول لك هاي يعني اثيل عنده علاقه من اللي يطاوعونه، مثلا من القطاعات اللي تطاوعه، احنا كنا نعرف البعثيين موجودين والنقشبنديه موجودين والمتطرفين موجودين. انطيني وقت احكي لك اياها حتى الناس تعرفها. كانت عنده علاقه بهذا الثالوث. انطيني اياها حتى احكي لك اياها. خليني اكمل لك على سؤالك وارجع لك على هذا السؤال. استاذ عدنان الاسدي كل شيء قايل له، واخر شيء ايش قلت له؟ هذا يا شهر الحكي كان؟ هذا الشهر الثاني الاول او الثاني 2014. 2014 ماشي. ايش قايل الاستاذ عدنان؟ هو دا يسمعني الاستاذ عدنان الان. قلت له سيدي يجيكم يوم صدقني، وما راح كل كلمه احكيها. قلت له سيدي قطع السلاح ما تجيك بالنص. لو انا مثلك قلت له سيدي افكر شلون اجيب سلاح، هاي واحده. لان انت تدري الصفقات كلها توقفت، صفقات الاسلحه كلها توقفت، ماكو صفقات تجي السلاح. احنا 2012 2013 ما جانا سلاح، ما اجى سلاح. ليش؟ ما اجى، هو ما اجى. خليني اكمل لك. خوش. حتى قلت له سيدي ترى اذا انت تريد طياره هناك راح تجي 100 طياره تنزل بالجزيره، 100 طياره. قلت له منين لك هاي المعلومات؟ انا قائد عسكري معروف بحس الاستخبار وكله تعرفها، ضباط كلهم يعرفون. اخي العزيز، قائد عسكري على راسي، حسك الاستخباري بما يدور. هذا مخطط اللي تحكي عليه كانه واحد مرتبط بالاقليم ويعرف اللي يدور. لا حبيبي، شنو انت بتشتغل عميل مع الاقليم؟ حبيبي انا قائد يجب ان اتوقع كل شيء، يجب ان اعرف كل شيء. ولو تعرف الضباط انا ايش حاكي لهم، ضباط الاقرب الناس الي اعرف ايش يصير. ما استكثر عليك هذا. ايش قال لك عدنان الاسدي على معلومه بهاي الخطوره؟ اسمح لي. انت لما تحكي انت قائد، اسمح لي. زين انت لما قلت له هذا الموضوع ايش جاوب عدنان الاسدي؟ عدنان الاسدي قلبا وقالبا كان معاي للامانه، كان كل شيء اللي اقول له اي سووا، ومن ضمنها قلت له على الناقلات المدرعه دز لي اياها الرجل. كان اكو عندنا 250 ناقله موجوده بالتاجي وظالة واكلها التراب. قلت له سيدي اكو ناقلات ترى هيك عددها وباقيه. قال لي ليش؟ يعني ما كان يدري اكو ناقلات، بس ما كان يدري العدد، ما حد قايل له او منسينه. والله العظيم انطاني ناقلات وبداوا يشكلون الرجل فريق محسن حتى لا ننسى دوره بهذا الموضوع. اجى شكل افواج آلية اضافيه في بغداد والمعركه حسوا بيها. كملت عدنان. اي رحت للمرجعيه. الشيخ الله يشهد عليه. مرجعيه يا مرجعيه. الشيخ عبد المهدي الكربلائي هو دا يسمعني الان. اي كنت ازور بالثاني. رحت زرت وشفت الشيخ. حكيت له قلت له والله انا اشعر بموضوع ولازم احكي لك اياه. قال لي شنو هو؟ قلت له اشعر انه هناك قاده تشتغل رجل ورجل. استغرب من هذا الكلام بشكل غريب عجيب. استغرب، قال لي يعني شنو؟ واعرف بيه خابر او هو او كله شخص اخر عن خابر مكتب القائد العام، وقال لهم فريق مهدي هيك يقول. اعرف هذا الموضوع، انا وصلني وفرحت. بعد شو تريد من عندي؟ بعد غيدان ليش ما رحت له؟ غيدان انا ما رحت له. انا اقول لك شلون رحت له. غيدان مو بس على هاي رحت له. غيدان رحت له قبل لا اصير قائد عمليات باسبوع. رحت له وتغديت يمه. قلت له سيدي ابشرك اللواء السادس كل شيء ما ضال بيه، هيكل وامر لواء ولد من الحويجه لا يحل ولا يربط، وامرين الافواج كلهم مو زينين وكلهم من ديره واحده كلهم من الموصل. اسمع هاي، هو دا يسمعنا هسه على غيدان. قال لي ماكو هيك حكي. قلت له هذا والله بكيفك. دز على لواء ركن رعد مدير الاداره. قال له ليش ما عندك توازن باللواء السادس؟ قال له سيدي هو مو بس لواء السادس ما بيه توازن، كل الفرقه الثالثه والفرقه الثانيه ما بيها توازن. راح اجي تقسيم القطاعات، بس بدي اقول لك شيء وتحملني. انا شلون راح اقدر اصدقك بهذا الحكي؟ وثائق اخوي. لا مو وثائق. شو تريد من عندي بعد؟ لانه اذا انت كنت صادق فعلى الدنيا السلام. هذا تعرف ليش؟ لا تعرف ليش؟ هسه انا هم بشر، عندي طاقه محدوده من الفهم والتحمل. اذا انت لا مخلي مرجعيه ولا قائد القوات البريه ولا وكيل وزير الداخليه ولا القائد العام وتقول لهم الموصل كلها راح تسقط وكلها مطيه اذن من طين واذن من عجين،
يعني هاي لا شغله، بس اسمح لي، شغله الكل بايعه. حتى لا نضيع. لا شلون؟ قائد العام امر بتقسيم قطاعات واضافه قطاعات. انت غير انا قلتها، هاي وحده. عدنان الاسدي جاب لي خويا يا اضافه قطاعات. لا. الله يخليك، انا اجيك بالقطاعات اللي كانت عندك، انت قطاعاتك نصها ماخذيها بالانبار. ولذلك اسالك سؤال بس لا تتينا عن قضيه اثيل النجيفي. بشرفك بيوم اللي بدت المعركه باليوم الاول ايش قد عندك قطاعات من الاتحاديه ومن الجيش؟ هذا خوش سؤال، هذا خوش سؤال. لا ولذلك حتى ارجع انه اضافوا قطاعات، اللي ارجوك خوش سؤال. لا نحابي احد، والله احنا تحت القسم. والله احنا تحت القسم. اعطيني ايش قد عندك قطاعات، سجلوها. اي انطيني ايش قد عندك قطاعات بيومها، واحكيها بالتفصيل بالتفصيل المهم. لانه انا هذا الحكي كله يتعبني، لانه كلها تدري، والموصل تنباع، والقائد العام يدري، وعدنان الاسدي يدري، وهسه ما عندهم شجاعه يحجون قدام العالم. اعطيني قطاعات. انا احكي لك. اعطيني قطاعات. سجل. ابدي من الفرقه الثالثه الجيش العراقي. فيها فقط اللي يقول يطلع علي شلاه ويطلع النائب علي شلاه ويطلع فلان وفلان، خلي يسمعنا علي شلاه. يقول 90,000 مقاتل بالموصل، ويطلع ما ادري منو، ويطلع ما ادري منو. خلي يسمعون الحقيقه، لان ما واحد من عندهم يتجرأ وخابر وعرف الحقيقه. خلي يسمع هسه الحقيقه. زين. سجل يمك. الفرقه الثالثه. الفرقه الثالثه الجيش العراقي، اللواء التاسع ناقص سريتين ومقر. ناقص سريتين ومقر. وين ذا السريتين ومقر؟ رايحات العمليات الجزيره والباديه. بالانبار. لا، بعمليات الجزيره والباديه. من هناك يعني من ربيعه وجوليغات. ونفس هذا اللواء ماخذين من عنده بعد فوج ومدينه سد الموصل. اسمع. سد الموصل. الفرقه الثالثه يعني معناها مسؤوليتها فقط مسؤوليه واحده، هي حمايه سجن بادوش. ايش قد عددها؟ والله ما يتجاوزون، يعني اللواء التاسع اللواء ما يتجاوزون الموجودين اقل من 1000. الفرقه الثالثه كلها ألف. بس عندها لواء جاي للاتحاديه، اللواء الثالث. اعطيني فرقتك الثانيه. لا، الفرقه الثالثه فرقتي يعني. هاي الفرقه الثالثه جيش الفرقه الثالثه هاي اللي حكيناها باسم الالف. اعطيني الفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه جيش عراقي. الفرقه الثانيه بها 4 علويه. بها 4 علويه. لواء 26 اللي هو ماسك جنوب الموصل، ولواء السابع ماسك داخل الموصل، ولواء 12 ماسك داخل الموصل، ولواء الخامس داير مدار الموصل اللي هو لواء اكراد. هذا اللواء 12 مال هاربين؟ الهاربين. لا مو هاربين، لواء الفرقه الثانيه. ايش قد عددها؟ يعني ما يتجاوزون 6000. هاي بأوامر القسم الثاني. 6000. يعني اذا تريد يعني انا راح احاسبك على كل جندي. اسمح لي. انا راح احاسبك. انت مدى تسجل. هذا سجل يعني لواء الفرقه الثانيه 4 علويه. الفرقه الثانيه 4 علويه. الفرقه الثانيه 4 علويه. لواء من عنده لواء اكراد ما اشترك بالمعركه، ما له علاقه. انا على الموجود على الارض. اسمح لي. ما اشترك، انا اللي اشترك بالمعركه الفعلي. يبقى عنده 3 الويه، لواء 26 ولواءين. هسه عندي 7000. تقريبا يعني. بعد لان هم يشتغلون 50%. ايش عنده قطاعات بعد الفرقه الثالثه اتحاديه. هاي الفرقه الثالثه، الفرقه الثالثه جيش العراق. هاي الفرقه الثالثه اتحاديه. الفرقه الثالثه الاتحاديه بداخل الموصل تشكيلها 3 الويه. 3 الويه، ولواء من عنده بتل احمر ما لنا علاقه به. هذا لواء بتل احمر يبدي. لواء العاشر. لواء مو العاشر، لواء الجزيره، الشرطه الاتحاديه. وهذا انا والاستاذ عدنان الاسدي والشيخ محمد المولى شكلناه حصرا، مطالعه من عندي، وراحت الوكيل الاقدم والوكيل الاقدم مشاها لدوله رئيس الوزراء. زين. وشكلنا لواء الجزيره. اعطيني الفرقه الثالثه سياده. الفرقه الثالثه شوف بها لواء الصوله. بها لواء الصوله متوازن. لواء الموصل من اسمه هو كله لواء الموصل، يعني من اهل الموصل. زين. وبيع 10% 15%، يعني هو يشتغل بنسبه 50% اصلا، يعني موجوده. احنا الاتحاديه نختلف عن الجيش. الاتحاديه الفوج الكامل 720، بس افواجنا تعمل يعني 500 420 بالحد الاعلى. ماكو فوج هسه بالاتحاديه لو تروح 403. ايش قد الثالثه اتحاديه؟ خليني اكمل لك.
هذا لواء الموصل. ايش فيها بعد؟ لواء الحزام اللي قلت لك من الموصولين موجودهم 1339. 1339. هذا اللواء واجبه خارج الموصل، هو ماسك الطريق بغداد تل احمر. زين. اي بغداد. ايش قد تعداد الاتحاديه تقريبا الباقيه؟ الاتحاديه تشتغل يعني موجوده بحدود 4750. هاي 100%. 50% هي موجودة. هي 50%. 4000 اي 50% تقريبا. يعني بعد ايش عندك؟ هسه انت عندك 11000. اي كل هذا بالجيش؟ عندنا لواء السادس. لواء السادس التابع للفرقه يشتغل بامره الاتحاديه. اي ايش فيه؟ هو اللواء تعبان منهك، صار له 8 سنين في هذا المكان. يعني واني الي الفضل، واذا تتذكر حكينا بالبغداديه وقلنا هذا الفضائيين موجودين بالجيش. انا حكيته تمام بالتقرير وانتم نشرتوها. صح. نشرتوها. من اجي ودققنا ورحت على علي غيدان، انت لو مكمل لي رحت على علي غيدان وقلت له يا سيدي هذا اللواء منتهي، وهذا اللواء بامري هيك وكذا هيك. سوى لجنه ودز لواء جمال مدير المفتشين مال البريه، واجا جمال اللواء السادس واطلع على الموقف وشاف عمي قال هذا اللواء ما يقاتل. ايش سوى؟ غيروا فقط امر لواء من الحويجه ولد، جابوا عميد ركن حسن من شو اسمه من الطارميه الولد، وبقوا الامرين. اردختم المحور. هسه انت عندك 11000 كل الموجود اتحاديه وجيش. اي موجودين كله 11000. اي 11000 ويا المجازين. اي ويا المجازين داخل يعني الموصل فقط الداخل، واكو الشرطه المحليه. لا بس هو هنا سيادة هو الموجود الكلي 11000. 11000 بيهم مجازين. مجازين نعم. يعني من ال 11000 اي نعم. ايش قد مجازين؟ يعني احنا الاتحاديه 50%، الجيش 3 وجبات. يعني باقي 6000. اي تقريبا. يعني من صار الهجوم عندك 6000. اي هاي انا راح اثبت هاي النقطه، بس انا قصدت سياده الفريق انه ابدا معاك بالحديث يعني قبل المعركه. تقريبا 7000. 7000 عندك بالموصل. لانه احنا نسمع 5 فرق و6 فرق. هذا ترى انت الكلام هذا انا مسؤول عنه. انا مسؤول عنه، وخلي يسمعني هو علي شلاه، لان اول ما تكلم على الخيانه علي شلاه وراح حاججه بالقانون. حاججه وحاسبه وتحاكم انت وياه. انا اريد اكو قضيه واحده، لان انا يعني ما اقدر ابريك. انت لا تبريني ولا اقدر ولا ابرر احد. لا منك ولا من انا اريد القانون هو يبريني. واريد الحق. اطب لي الشورى. انت حكيت لي على الشورى، انا عندي معلومات على الشورى. سياده القائد، انت قائد ومدمج وفريق ركن وقائد شرطه اتحاديه وقائد عمليات. انت قالوا لك الارهابيين بالشورى ومنطقه تجمع ومنطقه تحشي. انت خلف الله عليك اخذت همراتك واخذت جيشك وجيت سويت دوار على الشورى طوقتها. شلون انهزموا؟ خليني اقول لك. لا منو طلعهم؟ ما يخالف. لا انت ليش طلعتهم؟ انا طلعتهم خوش. هسه انا راح اجي لك عمي اذا انا مطلعهم. لا انت شلون اسمح لي يا اخي. انت اسمح لي، انت شلون تطوق منطقه وينهزم منك داعش؟ عمي هاي معركه بالتاريخ، ودولة رئيس الوزراء يشهد عليها، ودولة رئيس الوزراء كل 10 دقائق وياي بالتليفون. باسم الطائي كان الرجل وياي، همر على همر. قائد العمليات؟ قائد العمليات. حتى احنا مو كل شيء، احنا نحكي الحقائق، الزين زين نقول عليه والمو زين مو زين. الصار سوى خطة قائد العمليات 3 محاور، محورين على الاتحادية ومحور شرطة محلية. أنا غيرت الخطة، رحت له قلت له سيدي ما تكفي، لأن الطرق مال الشورى هواي طرق نيسميه يراد لها اكثر محاور ونخلي بيناتهم كمان. قال ماشي. حكيت له وافق على 5 محاور للاتحاديه ومحورين شرطه محليه. يعني ما في مجال، لازم نمسك الموجودين. طوقنا. طبعا المعركه طولت 5 ايام. 5 ايام معارك رهيبه. قتلنا احنا الاتحاديه تقريبا 71 واحد وموجود مثبت رسمي. كان ويانا لواء التدخل السريع الثالث. واشهد بالله قدام الكل نقيب عصام كان له دور كبير، ضابط استخبارات الفوج، وقاتل قتال وبالكمان قتلناهم، والناس كلها تشهد لنا بما فيهم. اعتقد لو تسالون النائب احمد الجبوري هو يعرف تفصيليا بالمعركه. زين. اللي صار شنو؟ اخر يوم بالمعركه انه مطوقين كلها مناك الشرطه ومنا احنا كلها بحيث ما حد يطلع. اي شرطه؟ الشرطه المحليه. المحليه. كان قائد الشرطه بوقتها خالد الحمداني. قائد شرطه نينوى؟ اي.
بالليل القائد كان وياي نايم، قلت له سيدي خب ما طلع احد، اللي طلعوا كتبناهم. قال صحيح. قال ممتاز. المهم الصبح توجهنا انا والقائد، اول ما رفعنا رؤوسنا ب6 الصبح نشوف اكو سيارات داخل الشورى، فاستغربنا لان ما حد يدخل الشورى. سيارات شنو؟ سيارات الشرطه. منين طبت؟ منين طبت؟ منين جتي؟ طلعت طابه من الاحمر مال مدير الشرطه، ومدير الشرطه انتم هاي نزلتوا على اطراف الشورى؟ نعم. بعدين اقتحمتوا الشورى ولقيتوا سيارات الشرطه؟ لقينا سيارات الشرطه. زين. طبعا واني كنت معتقد ومبلغ ربعي ومبلغ ابو قائد العمليات، قلت له سيد ترى معركتنا بالشورى راح تصير بالسلاح الابيض، وكان استعدادنا انه معركتنا بالسلاح الابيض. من جينا دخلنا انا وقائد العمليات، دزينا على مدير الشرطه كان قاعد بالمركز، دزينا عليه. قائد العمليات هنا اجى سلم، انا ما رديت السلام. خالد الحمداني. اي ما رديت له السلام، وكنت عصبي وقلت له انت خنتنا بالنص. قال سيد انا ما خنتكم. قلت له شلون دخلت الشورى وشلون قدرت ان تدخل الشورى؟ قال سيد انا دخلت ب9 بالليل، دخلت بامر منو؟ قال لي بامر قائد العمليات وبامر المحافظ. وباسم هو يعني يسمع؟ اي باسم وياك بالخطه دا يطوق؟ اي باسم درت له، قلت له سيدي صحيح هذا الحكي؟ قال لا هذا الحكي مو صحيح. راسا شلت التليفون على عدنان الاسدي وشلت التليفون على دوله رئيس الوزراء، وقلت لهم سيدي ترى هذا خاننا وسوى هيك وهيك وهيك، وكتبت بالموقف بامر العمليات بنتائج امر العمليات انه هذا الموضوع هيك وهيك وهيك. يفترض خالد الحمداني ينذب بالسجن ويشكل مجلس تحقيقي عليه من اعلى المراجع، عزلوه فقط خالد الحمداني. عزل فقط. تحقيق بعد كل شيء ما صار، بس عزل وانتهى الموضوع. اثيل النجيفي. احنا قبل شويه انت هسه جبت أيه. يعني هسه الخيانه عندنا غيدان، عندنا خالد الحمداني، باسم دخل على الخط، وعندنا اثيل. أيه. انت قلت اثيل كان يشتغل على التحشيد والتعبئه، وكنتوا انتم قايلين للحكومه انه اهل النينوى راح يثورون. أيه. شنو كان دور؟ مع من كان يشتغل اثيل النجيفي؟ نعم. بالموصل اكو تنظيم اسمه تنظيم النقشبنديه، هذا تابع لعزة الدوري. عزة الدوري عنده نوعين من التنظيم، عنده الطريقه النقشبنديه اللي هم يؤمنون بالنقشبنديه، يعني هم ايمانهم شلون الصوفيه، هم يؤمنون بالنقش. والطريق والجيش الثاني اللي هو سماه جيش الكرامه، هذا متألف من القادة السابقين والضباط السابقين والفدائيين والباحثين، وهذا حتى القائد مالتهم انا اعرفه. بالموصل كانوا؟ بالموصل اسمه مروان يحيى سليم. ومروان يحيى سليم نزمت له رساله عند ابنه عزة الدوري شاكره، ودزيتها الاستاذ عدنان الاسدي، دزيتها لدوله رئيس ودزيتها كل المراجع، قلنا لهم يابا هذا الموضوع ترى هيك يشتغل، وعرفنا تنظيم النقشبنديه كله. واثيل النجيفي هو يعرف نفسه دا يسمعني، ثق بالله العظيم هو احد اجزاء هذه الطريقه وهو شلون؟ مؤمن بها. خليه يؤمن بها، بس يعني شلون؟ هو الذي شوف احكي لك، اريد خيانته بالايد. خلنا احكي لك، حطها بايدي. خلنا احكي لك. مره باجتماع رسمي باسم طايده يسمعنا هسه، موجود علي الفريجي وموجود كل المدراء الاقسام، قال لي مهدي لزمت جنوب الموصل، قال لي شوف نفسك بعد شهرين ايش راح يصير بيك. هذا يا شهر الحكي؟ والله ما اتذكر تاريخ، بس باجتماع رسمي بلجنه المحافظه، اجتماع رسمي. يعني أنا هذا تهديد؟ اجتماع رسمي. انا قلت له شوف اقول لك راح الزم الموصل غصبا على اللي يقبل والما يقبل، وردت اطلع باسم الطائي جرني. الشغله الثانيه، باسم عنده لينك مع اثيل، انت بالمنطقه. اي انا راح اقول لك شلون؟ باسم الطائي وحتى علي الفريجي دا يسمعنا علي الفريجي كانوا يوصلون رسائل لدولة رئيس الوزراء انه انا عندي علاقه باثيل النجيفي. خوش كتب له احد المرات دوله رئيس الوزراء علاقه حب؟ يعني انه اكو ما اعرف. اني قلت له سيدي انت الظاهر ما تدري شكو، حتى رئيس الوزراء قلت له سيدي الظاهر ما تعرف شكو، ذول يوصلوا لك ترى حكي. انا اعرف هو الخط الثلاثي علي غيدان انه، وفعلا
ثبتت الايام انه دا يسمعنا دوله رئيس الوزراء انه علي شو اسمه باسم الطائي وعلي الفرج هم اللي عندهم علاقه. ويبدو كان ما يثق بيك المالك، لانه لو كل هذا الحكي وريد ياخذه على محمل الجد كان قلب الدنيا. ذولا ولا واحد يبقى منهم، ذولا كلهم يقصقصهم. هسه حتى لو بدني ذولا المفروض كلهم يقرضهم، ذولا المفروض يحيلهم بالسجون. طبعا اشوفك اياه من دوله الرئيس. ليش ما كان يستجيب؟ هسه ما تعرف تقود امنا بالله، لكن ما تعرف تستجيب. بس خليني اكمله. بالبغداديه من استضافه انور الحمداني، الرجل قال الاثيل النجيبي، قال انا كانت عندنا علاقه مع باسم الطائي وعلي الفريجي وكانت علاقتنا مخفيه. قالها بقناتكم. مخفيه ليش؟ مخفيه لان كانوا يخافون من المالكي. خليني اقول لك شغله مهمه. انا وحيدر يستعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان. خليني احكي لك. انا وعميد حيدر وعندي قرص، ووصل لدوله رئيس الوزراء، ووصل يعني تقريبا اللي يعرفوه وصل هذا القرص. جيت اكو مجموعه 3 قتلوا شرطه بوقت المظاهرات. هذول ال3 وين انهزموا بالمظاهرات. خوش حكي. قدرنا نجيبهم. اثيل النجيبي اجى المغرب، ده يعني حتى لا تكون يعني ما اعرف اجى عليهم، اجى لان هي صارت بنفس اليوم، كانت بنفس اليوم. اجى ياخذهم، المهم انا كانت محاصر المظاهرات ما حد يطلع يعني من عندها. اي كان المسؤول عن المظاهرات ذاك الوقت عميد حيدر خابرني الساعه 9 بالليل، قال لي سيدي هذا المحافظ جاي للمظاهرات بالليل. قلت له ايش عنده؟ وقفه وانا جايك. هو دا يسمع له هسه اثير النجيفي وخاف ما يدري مصوره فيلم، واذا عرضه للاعلام اعرضه ترى. تاني عرضه انا عرضه. حكينا وياه بس بعصبيه. تدري ايش قلت له؟ قلت له والله ابلعك، لان انت الظاهر مو انسان مو نظيف. ابلعك. تعرف شنو ابلعك؟ لحمي مر. هيك قلت له، واكو شهود على هذا الحكي. واخر شيء صعدت له بالسياره ويعرف صار بيناتنا بالسياره. ما اريد احكي كل الحكي. قلت له انزل بالاعلام حتى الناس لا تعتقد احنا تعاركنا، حتى تبقى الناس لان الوضع ما يتحمل. الوضع الشارع الموصل بعد ما يتحمل. دس عليه. ورجع بالاعلام وصرح قال ماكو شيء، وهاي يعني وان شاء الله احنا ندعم الاجهزه الامنيه من هذا القبيل. انا يعني تريد اكثر من هذا بعد. انا رجال اسمع، انا ابحث عن الحقيقه، واهالي الاختصاص هم اللي يقررون. صح. زين. صح. لكن هاي المره انا اكبر بيك يعني احييك. انت راح تكون شاهد على قضيه، لان احنا حكومتنا الرشيده ما شاء الله قضتها لجان تحقيقيه، ولا شفنا لجنه ولا شفنا قرار ولا شفنا كذا. هالمره نريد نسوي سبق. صاحب القضيه يسمع وخل بعدين يحققون، هم احرار. أنا أستكمل وياك هذا الحديث إن شاء الله مفتوح، لكن إنه جزء ثاني في هذا الحديث بعد هذا الحديث. مشاهدينا الكرام تابعوني وجزء آخر مع قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغرام.